في ليلة سودا في نص البحر أول جندي اختفى من غير ولا صوت ومفيش أي صرخ، بس دم طالع فوق المية. وساعتها فهمنا إحنا مش في حرب مع بشر، إحنا محاصرين بوحش تحت المية بيصطادنا واحد ورا التاني. والفيلم مبني على أحداث حقيقية. وفي البداية بنشوف جنرال واقف قدام الجنود ودراعه مقطوع، وبيحكي لهم إنه فقد دراعه في تركيا بعد انفجار كبير حصل جنبه، وبيقول لهم بجملة كسرت صمت المعسكر كله: أنا ضحيت ودلوقتي جه دوركم. وبيشد عليهم إن التدريب ده مش لعبة، وإن لازم يحافظوا على نفسهم وعلى زمايلهم، لان في الحرب مفيش غير اللي جنبك يسندك. وامرهم انهم يجروا وسط الغابه ويرجعوا المعسكر في 4 ساعات بس، ولو واحد منهم اتاخر هيعيدوا المسافه من الاول تاني مره واتنين وتلاته لحد ما ينجحوا. وفعلا الجنود بداوا الجري تحت المطر وسط غابه استوائيه مرعبه. وكان في جندي اسمه ديس وهو حقود وما بيساعدش اي حد. واثناء الجري جندي اسمه ويل وقع في رمال متحركه وبدا يغرق. وهنا ظهر الشهامه. جندي تاني اسمه ليو جري عليه وانقذه في اخر ثانية وبالعافية وصلوا قبل ما الوقت يخلص. والجنرال هنا كافئ ويل وليو عشان وقفوا جنب بعض ووداهم لخيمة الأكل يرتاحوا. أما باقي الجنود كملوا التدريب في المطر. وهنا اعتراض ديس ما عجبش الجنرال اللي قال له جملة لازم تتحفر في دماغ أي جندي: في المعركة مفيش غير زمايلك، لو ما عرفتش تحمي اللي جنبك هتموتوا كلكم. والتدريبات هنا كانت نار بدنيه وقتاليه، وازاي يحطوا متفجرات وازاي ينصبوا في خخل العدو. وفي الوقت ده ويل وليو قاعدين في الخيمه بياكلوا برتقال. وبالليل ويل سأل ليو سؤال تقيل: عمرك قتلت حد؟ ليو رد وقال ان عمره ما قتل، وقال له ان الخوف ممكن يحميك وممكن يدمرك، وعلى حسب مين اللي مسيطر، انت ولا خوفك. وبنشوف ساعتها طفل اسمه راشي مع اخوه الغواص ليو على مركبه، وراشي بيقول لاخوه انه عايز ينزل يغوص زيه، لكن ليو رفض وقال له ان الميه عميقه ومخيفه ومش هيدخلها غير لما يكون جاهز بجد. وبعدها بنرجع للمعسكر، والرقيب كان بيعلم الجنود ازاي يقتلوا العدو في صمت من غير ما حد يحس بيهم. واللي بيحاول يطبق التدريب مع ديس، لكن ديس اللي لسه شايل من اللي حصل في الجري اداله كوع في وشه. وليو ساعتها اتضايق جدا ونزل ردله الضربه في اضعف مكان عنده تحت الميه. وفجاه اتحول التدريب لخناقه شرسه في النهر، وديس طلع خنجر وكان هيموت ليو، لكن صوت الجنرال هنا كان مرعب وقال له ارمي السلاح حالا. وديس ساعتها اضطر يرمي الخنجر. وهنا ليو استغل الفرصه وغطس واختفى تحت الميه وطلع من ورا ديس زي الشبح وضربه بوكس جامد في وشه وقدر يوقعه. وبعد الخناقه ليو اتعالج في الخيمه الطبيه، والجنود كانوا غيرانين منه لان اللي هتعالجه ممرضه مش ممرض واسمها هايلز، وكانت معجبه بليو هي وصاحبتها سوزي. وبعد العلاج ليو راح لخيمة الراحة ولقى ديس خسران فلوس في الكوتشينة، والجنود نادوا على ليو يلعب، لكن ديس رفض وقال له باستهزاء: انت شكلك فقير هتلعب بايه؟ ليو رد عليه وهو مبتسم قال له طبيعي ترفض، ده انا لسه ممرمطك في المية. وديس ولع من الغيظ وعايز يتخانق تاني بس الجنود مسكوه بالعافية. وفي الليل والمعسكر نايم ليو قام بهدوء قطع جيب ديس وسرق منه ازازة الكحول وراح على خيمة هايلز هو وويل، وهناك اتعرف على سوزي اكتر وقضى معاهم سهرة لطيفة قبل ما الحرب تبدأ. وسوزي ودعته بكلمة كسرت قلبه: احمي نفسك عشان ترجع. فوعدها انه هيحاول، وبعدها رجع لخيمته. وتاني يوم الحرب الحقيقي الجنود في السفينة والقلق مال المكان، وليو كان بيشوف كوابيس كل ليلة وصحي مفزوع ولع سيجارة. لكن فجأة أصوات غريبة بدأت تتسمع في الضلمة، وفجأة قذيفة ضربت السفينة كلها والمية دخلت جواها بسرعة والناس بتصرخ والجنود بيجروا للنجاة، بس ناس كتير مات والسفينة ساعتها غرقت. واليوم مسك ويل وأنقذه من الغرق وسحبه معاه وهو بيصرخ وبيقول ساعدوني. وفجأة بيسمعوا صوت طيارات العدو فوق، وواحدة منهم بتعدي تضرب السفينة. واليوم ما بيستناش، شد ويل وغطسه تحت المية. لما طلع ليو تاني لقى ويل نايم على لوح خشب عايم على المية، وفضل يحاول يصحيه لحد ما صحي. وويل بخوف قال نعمل ايه؟ هنفضل في المية لحد ما نموت؟ ليو شد نفسه ورد بسرعة قال له لا، هنجمع اللي نقدر عليه ونحوله لحاجة تشيلنا فوق المية. وبدأوا فورا ليو ينط في مكان لمكان يجمع خشب براميل وصناديق واي قطعة تنفع تتشبك ببعض، وويل يربطهم بالحبال ويثبتهم عشان يعملوا مكان يقفوا عليه بدل ما يغرقوا. وفي اللحظة دي جندي تاني كان لسه عايش وماسك برميل مقلوب وواقف عليه بعيد وبيطلق نار في الهواء على الطيارات، وشكله خلاص خرج من عقله من الخوف. وفجأة ويل حس بحركة غريبة تحت المية وطلع له جندي تاني اسمه تو، وجسمه متاكل ووشه مش مفهوم من كتر الجروح، وكان بيهلوس بكلام مرعب. واضح انه شاف حاجة تحت المية قبل ما يوصل لهم. ليو لف شاش على دماغه ورجع لاصحابه، وفجأة سمع صوت عالي وغريب جاي من بقايا السفينة المتكسرة، واتشدوا وخافوا، لكن طلع ان جهاز انذار الطوارئ باظ وبقى بيتكلم لوحده. والصدمة هنا كانت اكبر، من اصل 200 جندي على السفينة ما فضلش غير 7 بس احياء و3 منهم مصابين، وجمعوا اللي فاضل معاهم
رشاش واحد و4 قنابل وعلبة خوخ صغيرة وجيركن بنزين وسكينة وشعلتين نجاة، ومفيش معاهم ولا نقطة مية. واللي مسك الخريطة ولقى انهم في بحر تيمور واكتشف الكارثة. ضباب جامد والهوا واقف تمام، يعني لو حتى في سفينة جنبهم مش هتشوفهم غير لو قربت منهم بالعافية. وفجأة سمعوا صوت حوالينهم في المية وبصوا يمين وشمال ومفيش حاجة ولا حتى موجة، والتوتر كان خانقهم لحد ما ليو لاحظ حاجة خطيرة. الطيار الميكانيكي للزرق بيزقهم بعيد عن مكان غرق السفينة، وده معناه ان اي طيارات انقاذ هتيجي تدور في مكان الغرق مش هتلاقي حد، والامل في النجاة بيروح. واللي لمح زرق اللي بعيد وحاول يشاور لهم عليه، لكن اللحظة اتقطعت بكابوس مرعب. قرش ضخم طلع من تحت المية وخطف بوبي فجأة، وساعتها بوبي قاوم وصرخ وحاول يهرب، لكن القرش جره لتحت، ولما طلع تاني نص جسمه اختفى، وبدأ صراخ ورعب وبكاء ومحدش كان قادر يتنفس من الصدمة. وهنا ليو قال ده قرش ابيض عملاق وانثى. ديس ساعتها اتريق عليه وقال له عرفت منين يا عبقري؟ ليو رد وقال عشت في البحر سنين، درست كل اللي بيعيش فيه. وقال لهم كمان على اخطر معلومة، ان القرش بيتتبع الدم والحركة والصوت، ولو سكتنا وما اتحركناش ممكن يسيبنا. وساعتها ليو افتكر اخوه راشي وهو طفل والقرش بيسحبه من ايده وبيتاكل قدامه، والخوف اتحول لغضب واصرار جوه ليو. وفجأة نقطة دم صغيرة نزلت من المية من الالواح الخشبية اللي واقفين عليها، واللحظة دي كانت كأنها جرس استدعاء للموت. والقرش رجع وبشراسة والمرة دي خطف ستان، وستان صرخ وهو ماسك في ايد ليو وقال له ما تسيبنيش. وليو شد بكل قوته وما قدرش يفلت منه، واصحابه رموا قنبلة يدوية في المية تنفجر جنب القرش، والانفجار هز المية والقرش ساب ستان وليو سحبه فوق الالواح الخشبية. لكن الصدمة هنا القرش كان اكل رجله بالكامل والدم كان بينزف زي المية، وليو ربط رجله بحزام عشان يوقف النزيف بسرعة، والجنود ماسكينه عشان ما يتهزش ويقع في المية. وليو بص لكل واحد فيهم وقال لهم امسحوا الدم حالا قبل ما يرجع لنا تاني. وبدأوا يمسحوا الدم بخوف وايدين بتترعش، وسكتوا تماما ولا نفس، وعينيهم كلها بتبص على المية. واللحظة دي كانت مرعبة، يا اما ينجو يا اما فجأة فم مفتوح يطلع من تحت المية ويفترسهم في ثانية. واملهم الوحيد دلوقتي يوصلوا للزورق قبل ما القرش ترجع لهم، وقبل ما الجوع والعطش يخلص عليهم واحد ورا التاني. والليل جه والظلام غطى البحر كله، لكن الحاجة الغريبة المية كانت بتولع نور فسفوري كده وكأنه حد مولع لمبات تحتهم. وتوم قرب منها مبهور، فقالوا له ده تفاعل كيميائي في المية، مش حاجة حلوة، دي كارثة، النور ده بيجذب اللي تحت. وويلي ساعتها قال لليو استان مش هيفضل عايش كتير، لازم نوصل للزرق حالا. واليو فهم ان الوقت بيجري، ربط حبل حوالين وسطه ومسك سكينة وادى طرف الحبل لويلي وقال له لو غرقت شدني فورا، ونط على اول لوح خشب واستنى يقرب من التاني ونط عليه، لكن رجله اتزحلقت وقع في المية، وقوعه عمل دوشة والقرش حس بالحركة. ديس اتوتر وقال بخوف وباستهزاء الولد ده اتجنن، ده كده بيضحي بحياته. واليو طلع بسرعة وقفز على اللوح الثالث، وبقى بينه وبين الزرق خطوة واحدة بس. وفجأة القرش طلع قدامه والجنود ضربوا نار عليه بجنون، والقرش غص في المية واختفى لحظة. واليو استغلها ونط جوه الزرق وصرخ وقال لهم اسحبوني، وساعتها سحبوه، بس القرش رجع اشد واشرس بطارة الزرق زي صاروخ تحت المية. واليو طلع قنبلة يدوية ورماها عليه وحصل انفجار كبير في البحر، والقرش ساعتها اختفى في الظلام. لكن الصدمة الأكبر هنا خرطوم البنزين مقطوع ومفيش وقود يوصل للمحرك، يعني الزرق ملوش أي لازمة. وفجأة الصوت الغريب ده رجع تاني، واليو ساعتها استوعب وفهم المصيبة، إن جهاز الاستغاثة اتعلق في زعنقة القرش، يعني القرش بقى أشبه برادار بيلف حواليهم وبيطاردهم بالصوت زي المنبه. والقرش رجع خبط الخشب اللي واقفين عليه بقوة واتشاق، ورجع خبط تاني وكأنه بيختبر مين هيقع في المية الأول. ليو ساعتها صرخ وقال اطفوا الأنوار فورا، والجو بقى ضلمة والبحر هدي والخوف مالي عيونهم، لكن مفيش حل غير انهم يناموا من شدة التعب. بس المصيبة هنا حصلت وهم نايمين. ديس نام والقنبلة في ايده وفلتت منه واتدحرجت ناحية ستان، واليو صحي على صوتها وهي بتتشقلب على الخشب وما كانش في وقت يتصرف. ستان بص لليو نظرة أخيرة وراح رمى نفسه فوق القنبلة، وحصل انفجار مكتوب، وجسم ستان شال الانفجار كله وضحى بنفسه علشان ينقذ أصحابه من الموت، وكلهم اتصدموا وسكتوا. وموت ستان كان بداية انهيار تفكك المجموعة. وهنا بقى الدم غلي في عروق ليو لما اكتشف ان ديس نام وهو ماسك القنبله في ايده وكان ممكن يموتهم كلهم. وكمان المصيبه الاكبر ان ديس رمى باقي جثه ستان برجله في الميه وكانه كيس زباله. ساعتها ليو انفجر فيه وقال له بغضب ما ترميش ستان برجلك، الراجل ضحى بحياته علشان ينقذنا. لكن ديس رد بسخريه حقيره وقال له ماشي يا معلم، نشغل لباقي جسمه اغنيه واحنا بنرميه في البحر. والكلمه جرحت ليو جامد، فمسك ديس وخانقه ورماه على الارض وبدا يضربه زي المجنون لحد ما ويلي
صرخ فيهم انه يوقفوا الخناقه وقال لهم دي مش وقتها، وفي الاخر اتفقوا يرموا جسد ستان في الميه بس بكرامه وهدوء. ومر وقت طويل والجوع بدا يفترسه، والليو قرر يفتح اخر علبه خوخ معاهم، ولكنه اتصدم لما لقاها فاضيه وسال بغضب مين اكل الخوخ لوحده. فتوم رفع ايده ببراءه وقال انا يا ليو، بس عادي لما نروح السفينه هنلاقي كتير. ليو بصله بصدمه وكانه الخبطه على دماغ توم كانت مأثره عليه وخلته مش فاهم ان السفينه اتدمرت. والجوع وصل لمرحلة صعبة لدرجة ان ديس قال بضحكة يائسة كنت فاكر هموت برصاصة في الحرب، وطلع هموت من الجوع في نص البحر. وبدأ يحكي لهم عن ابوه اللي كان بيصحى كل يوم مرعوب وبيصرخ، وانه في يوم حاول يقتلهم ولما انتحر كان اسعد يوم في حياته، ودلوقتي هو شايف نهايته جايه بنفس الطريق. وفي وسط اليأس والجوع والعطش ليو قال اقتراح مقزز بس ممكن ينقذ حياته، لان مفيش حل، كل واحد يشرب بوله عشان نقدر نكمل. ومن غير تردد ليو وقف وعملها في كوبايه وشرب، والكل اتصدم وقرفوا منه. بس بعد لحظات من السكوت واحد ورا التاني بدأ يقلده لانهم عايزين يعيشوا حتى لو الطريقه مذله ومؤلمه. لكن فجأة وكأن السماء سمعت صراخ والدنيا بدأت تمطر، واتقلب الحزن لضحك هستيري، وكلهم تحت المطر بيجمعوا الميه في اي حاجه يقدروا يشربوا منها او يخزنوها. وبيجي الليل ومعاه الكوابيس. ليو نام وحلم بصاحبه ريش وهو بيغرق قدامه وبيمدله ايده بيستنجد، لكن فجأة صحي على صرخه مرعبه. توم كان بيتاكل وهو حي من سمكه قرش، حاولوا ينقذوه وصرخوا ومدوا ايديهم، لكن القرش سحبه واختفى بيه تحت الميه. وكأنها لحظه مرعبه كسرت اخر ذره امل في قلوبهم. والصدمه دي جننت ليو وبدأ يهلوس وينادي على ريش، وكأنه سمعه تحت الميه وقام وراح ناحيه البحر، وقع فيه وفضل يصرخ ويقول سيبوني ريشي تحت لازم انزله. واصحابه مسكوه ربطوه علشان ما يرميش نفسه، واللي حضنه وقال له احنا من غيرك هنضيع، انت اللي هترجعنا البيت. وفجأة سمعوا صوت طياره وولعوا الشعلات وفضلوا يصرخوا عشان الطياره تشوفهم، والفرحه كانت هتنفجر. بس ليو ركز في الصوت واتصدم وقال لهم اسكتوا دي طياره العدو، ونط في البحر بسرعه هو وديس علشان يستخبوا. لكن واحد منهم فضل واقف فوق الخشب بيحسبها طياره انقاذ، والطياره لفت عليهم ورشت عليه رصاص ومات في ثواني. والمصيبه هنا ان دمه نزل في البحر، يعني القرش جاي لهم. والطياره لفت ورجعت تضرب تاني، وهنا اليوم ما استسلمش، شال الرشاش وبدا يضرب عليهم نار، وديس نط في الميه باللي فاضل من جثه صاحبه. لكن الطياره سابت ليو برصاصه في بطنه ووقع على الخشب وبينزف. والكارثه اللي محدش يتوقعها هنا ديس استخدم جثه صاحبه كطعم للقرش وزقه برجله ناحيته علشان ينشغل بيه. وهنا شافه ويل بعينه وهو بيزق. وبعد ما خرجوا للخشب اللي عايمين عليه ليو نزف وقال شوفوا الرصاصه خرجت ولا لسه، واللي بيطمنه وبيقول له خرجت وهتبقى بخير. لكن لما سأل عن صاحبهم واللي قال الحقيقه القرش اكله وديس اللي زق. وساعتها ليو انفجر ومسك ديس من رقبته، انت ازاي تعمل كده يا جبان، صاحبك ديس زقه على الارض وويل حاول يفصلهم بس ايده لمست الميه. وفجأة القرش طلع من تحت وقطع دراع ويل في ثانيه وصرخ. وساعتها ليو مسكه هو وديس وسحبوه بسرعه فوق الخشب وربطوا دراعه عشان يوقفوا النزيف. وبعد اللي حصل ديس اخيرا انهار وبيعيط واعترف ان اللي عمله كان عار وغلط وانه ندم انه رمى صاحبه للقرش. لكن قبل ما يكملوا كلامهم الضباب اتشاق، وطيار العدو اللي ليو فجر طيارته قبل كده طالع من الميه وواقف على الحيطان وجسمه متدمر وبيجر رجله بالعافيه وفي ايده سيف وبيقرب منهم خطوه ورا خطوه. وليو ساعتها همس لويل وقال له فين اخر قنبله، واللي قال له معايا. ليو قال ارميها عليه قبل ما يوصل، واللي كان هيعملها. لكن اول ما شاف الجندي بيرمي السيف بعيد وكانه بيستسلم اتردد. وفي اللحظه دي ليو حاول ياخد القنبله منه ويرميها بنفسه، لكن واللي منعه وقال له استنى يمكن سله. وثانيه واحده بس وظهر الوجه الحقيقي للجندي، هجم عليهم فجاه وقلبهم كلهم على ظهرهم وبدا يضرب فيهم زي الوحش. والقنبله ساعتها وقعت من يد واللي طلع الخنجر ودخل في قتال شرس معاه. لكن الجندي كان مدرب قوي، وقع الخنجر من يد وضربه بعنف. ديس كان بينزف وبيبصله وفجاه عينه اتقفلت ومات. والجندي لمح ليو وابتسم باستهزاء، وليو مسك قطعه حديد وضربه بيها. لكن الجندي اتعصب ومسك ليو وضغط على جرحه بنفس الحديد، وليو وقع في الميه والدم نزل والقرش حس بيه. واللي بكل قوته حاول يهجم تاني، لكن الجندي كان نينجا حقيقي، وقعه على الارض وضربه في وشه ضربه جامده وكان خلاص هيقتله. وفجاه الايد اللي كانوا فاكرين صاحبها مات اتحركت، اللي هو ليو قام من ورا الجندي وهو بينزف وبيتنفس بالعافيه، خطف القنبله من وزرعها في رجل الجندي وبصله بابتسامه وقال له رحلتك خلصت بالسلامه. وليو بسرعه شال ورماها في الميه قبل ما القنبله تنفجر. والقنبله اتفجرت والجندي اتفجر مع ديس. وليو شد للزورق، والقرش كان بيقرب بسرعته الجنونيه، لمح ازازه كحول عايمه ومسكها وشرب مع ليو وهم مش مصدقين انهم لسه عايشين. والدنيا كانت بتقول انها النهايه قربت. لكن فجاه لمح صندوق العده وعام فوق الميه ومسكه بسرعه. وليو ساعتها كان وصل لاخر مرحله في الهلوسه. شاف ريشي قدامه
رموا تحت الميه وقال له انا جاهز، ونزل تحت ومعاه اخر قنبله. وساعتها واجه القرش وجه الوجه ومد ايده جوه فم القرش بالقنبله، والقرش بلع دراعه مع القنبله وانفجر القرش. وساعتها ليو طلع من تحت الميه ووشه كله دم وتعب وبيحاول يلتقط انفاسه، وبص لويل وقال بصوت مكسور بس فيه رضا: خلصت وانتقمت لاصحابنا كلهم. وويل بصله بصدمه وهو شايف دراعه اللي اتقطعت وقال له: انت اتجننت يا ليو، ضحيت بدراعك. وبعد شويه ويل قدر يصلح القارب وركبوا هما الاتنين وبداوا رحله الرجوع للوطن، وكانوا مش مصدقين انهم نجوا من الجحيم ده. وبكده ينتهي فيلمنا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك افلام جايه جديده. مع السلامه، سلام.